And now, bring out his opponent to the ring, fighting out of the blue corner, سيداتي وسادتي, زلمة من سوريا, محمد ملعيس. India, referee Kabilan Sai Ashok. اولین راوند خواهد بود میانی محمد ابراریدینف و محمد ملعیس. Round one. سوريا. محمد ملعيس. الآن سيداتي سادتي اللقاء في وزن فوق 92 كيلوغرام يجمع ما بين البطل الطاجكستاني في الركن الأحمر محمد أبرور والبطل العربي السوري في الركن الأزرق محمد ملالي. إذن برای رقیب مستقیما ضربه لقاء مهم للملاكم السوري الآن. محمد ملالي دايمو در هجوم است والذي سراسیمه مقابل محمد ابراریدینف میآید ولی در حالت دفاع بکسیاری ما هم اذا محمد ملالي في الركن الازرق ومحمد ابرور من طاجكستان في الركن الاحمر وفارق الطول يذهب الى مصلحة محمد ابرور من طاجكستان. إذن هل سيتغلب محمد ملالي على ريفري هندوی عامل الطول برای محمد ملعیس میفهماند که با قد بلند مبارزه برد، چون که برای ضربه زدن برای محمد ابراریدینف هم ورزشکار ما قلعی باشد. إذن محاولات للوصول إلى رأس ووجه محمد أبرور من محمد ملالي در فاصله نزدیکترین است و حالت سرپایان کردن برای محمد ابراریدینف ولكمات بالهوك من قريب. اذا محمد ملالي يحاول توجيه لكمات بالهوكات غیر قاعده محسوب میشد. برای خاطر باید آنها رو برای یکدیگر بستن، فقط ضربه ها طریق دست باشد و حالت بالمستقيم والهوك فشار آوردن بر رقیب و همچنین رقیب رو زیر دست بعد استخدام باطن و القفاز زمین فشردن قطعاً منع است. ومستقيم وهوك. إذا لكمات إلى الجسم ومن ثم عودة إلى الاشتباك من جديد. محمد ملالي يحاول أن يكون من الأسفل إلى الأعلى ابراریدینف لكن هنا الملاكم این بکسیاری ما خیلی خوب. محمد ملالي نزول بالرأس وتنبيه من الحكم اللقاء. قابل رقیبی سوریه گشت ويشتبك من الأسفل إلى الأعلى ثم يعود بعد عن التحضين ابراریدینف مبارزه با این رقیب محمد ملالي لا يفتح از روی المجال قد پاس کمه، لمحمد أبرور من اما طاجكستان. ضربه های بسیار هم خوب و نشان راست را ابراریدینف به هدف میرساند. إذا التعطيل ثم المسك والضرب. إذا اقتربت الجولة الأولى من نهايتها وتنبيه من حكم اللقاء. ثانیه های انگشت شمار باقی مانده است. انتهت الجولة الأولى. راوند اول هم جنبات شد و حالا نتیجه را میبینیم. المباراة ذهبت بالكامل إلى در طاجكستان. راوند اول محمد أبرور افضلیت من رو طاجكستان نصیبی في الركن محمد الأحمر. إذا 5-0 ابراریدینف دادند. نتيجة اللقاء لغاية الآن. محمد ملعیس باشد از روی قد پس بر مقابل محمد ابراریدینف آنقدر شایسته مبارزه نمیبرد. فارق الطول طبعا يعني منح الأفضلية للملاكم الطاجيكي. محمد أبرور شكل عقبة أمام الملاكم محمد ملالي في محاولة الوصول إلى وجه راوند دوم شروع می الملاكم شود. الطويل محمد أبرور. إذا بدأت الآن الجولة الثانية راوند دوم هم با مثل خارج لمحمد ملالي. اولا راوند است. ولكمة هوك قوية. إذا هذا هو الذي يحتاجه محمد ملالي الآن. لكمات من الأسفل ثم إلى الأعلى، لكمات خاطفة
ثم ابروریدینوف مستقيمات الى الصدر والبطن در حالت دفاع است. بلكمة هوك خاطفة الى الوجه. مشتری سوریا میخواهد که در فاصله نزدیکترین ضربه خود را بعد افراساند، ولی قدرت ندارد. ويعطل على تنفيذ اللكمات. اینجا برای ابروریدینوف هم از روی قد و قامت هم از روی سرعتناکی افضلیت دارد نسبت به حریفش. أبرور من طاجكستان في الركن الأحمر، ويحاول أن يضغط دائما على رأس الملاكم السوري محمد ملالي. ولكمات سريعة وخاطفة بالهوك، برخورد قوي تر میشد. يحاول أن يوجه مجموعة من برای باکسور سوریایی هم لازم است که در حالات نزدیکتر ضربه های خود را بعد افراساند و ملالي بهذا الشكل ممتاز. ما را زیر مشتان خود قرار میدهد. رقیبی که قدر ما لكمات قوية وجميلة محمد ملالي الآن. إذن حركتي گفتیم ولی یک بار سر حرکت نشد و هجوم قوي وإرهاق للملاكم بدن مدشدر روی ضربه‌های قوی خود را به هدف می‌رساند. هذا الجانب لمحمد ملالي أرى وبالفعل انذار للملاكم الطاجيكي. إذن استمرار في توجيه اللكمات وركمات. إذن يتقدم الآن محمد ملالي ولكمات قوية إلى الوجه وإلى الجسم تحت أسفل ثم خروج للأعلى. راوند دوم اکنون تغییر یافت. در راوند دوم انقریب که مضاعف شده. البطن ثم خروج إلى ارتفاع إلى الأعلى إلى الوجه بلكمات خاطفة جانبية. هذا هو الأداء الأمثل لتحقيق الفوز. ابدأ باللكم على الصدر ثم انطلق إلى الوجه. أيوة نعم ممتاز. لكمات سفلية ثم خطف لكمات علوية بين الحين والآخر. أداء ممتاز وجميل في هذه الجولة لمحمد ملالي. محمد ملالي موقع خیش رو از دست میده و دویمو ضربه ها را قبول کرده. مبرور من طاجكستان، وبالفعل ذهبت 4-1 نتيجة هذا اللقاء في الجولة الأولى. إذن جميع القضاة من تايلاند، المغرب، بلغاريا وتايلاند منحوا الفوز لمحمد ملالي، في حين منح الفوز الملاكم الإيطالي. ما زال منح الفوز إلى الملاكم السوري، في حين تايبي والمغرب وبلغاريا وتايلاند ما زالوا مصرين على فوز الملاكم الطاجيكي. إذن 4-1 لمصلحة الملاكم الطاجيكي. غريب رغم التقدم الكبير الذي حققه في الجولة الثانية محمد ملالي، ولكن القضاة باستثناء القاضي الإيطالي أصروا على منح الفوز للملاكم الطاجيكي. اکنون میرویم دوستانی عزیز با راوند حل کننده، راوندی که در اینجا از این باکسورون فقط نبرد اصلی را طلب میکنند، مخصوصا باید محمد ابروریدینوف این مشتری ما در راوند سیوم فعال باشد، وگرنه حالا انقریب که ایسا برابر است بعد گذشته دو راوند. ما در راوند اول پیشرفت بودیم، بعد در راوند دوم رقیب پیشرفت شد. نه این حالت زیر فشار آورده قبول است. داور برای ما میفهموند. الطاجكستاني على الملاكم السوري بكل وزنه وبكل ثقله. ما باید با جای فشار آوردن. إذا الجولة الثالثة والأخيرة نقطيا لن تخدم محمد ملالي. در حالی که برای ما اینقدر قد بلند دادند، قدر دستانی دراز دادند، پس چرا امکانیت های خود را کوتاه میکنیم؟ باید مبارزه بریم، به هدف رسانیم، دفاع کنیم، خود را خوب جواباً به ضربه های رقیب پیش صف باشیم. ولی چون میبینیم که نه خسته شدیم، اليد القفاز المفتوح
از اول دیدن راوندهای دوم و سوم باید والسوري يستمر السوري محمد ملالي يستمر في توجيه اللكمات المتنوعة، في حين الملاكم الطاجيكي محمد أبرور يحاول اصطياد الوجه من الأعلى، لكمات مؤذية يشعر بالألم الملاكم محمد أبرور من طاجكستان من اللكمات الكثيرة التي وجهها إلى معدته. در راوند سوم قریب که کم فاول هستیم، هیچ کاری رو انجام دادن نمیتونیم. دویما ضربه های رقیب رو قبول میکنیم و برای رقیب میویم. این حالت برای مونوپولای است. دیدید يخسر الجولة الثانية. محمد مبرور وجه لكمات قوية في الجولتين الثانية والثالثة. مالايس بوشات دور سیوم با پورایی با هجوم گذشت، برای ما قرار دوران رو درباره این نبرد خواهیم ملالي إلى أنه استمر في توجيه اللكمات واستمر في الضغط على الملاكم. محمد أبرور من طاجكستان. سقوط لواقع الأسنان دیگر هم باقی مونده است در این ضربه ها للعمل على المنطقة السفلية. إذن هذه هي المنطقة الأهم، العمل على المنطقة السفلية ثم الخروج إلى الوجه، إذن من الأسفل ثم الخروج إلى الأعلى. لكمات سفلية ثم الخروج إلى الأعلى. نداره ضربه زدن ندارد و حالت کلینچ رو با میون میورد، در حالی که قدر امکانیت زیبا برای ماست. يعني هل يشاهدون المباراة؟ ما باید فاول باشیم. ماذا الملاكم محمد ملالي يوجه لكمات قوية رقیب رو امکانیت دهیم إلى المعدة ويسيطر على النزال. قدی پست و دستانی کوتاه. این كل اللكم لمحمد ملالي سوریاگی راوند سیوم هم بسیار فاول شد. حذاري من المسافة اللكم. راوند سیوم هم تمام است و قرار دوران الثالثة رقیب و راوند سیوم. With all your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision. To the red corner, East Tajikistan, Mohammad Abrar.